طلع الموضوع بجد، ده الصفحات الاخوانيه بالكامل دلوقتي عماله بتهاجم في المنتخب وفي الدوله لسبب واحد بس، هو ان المنتخب تم استقباله في مدينه العالمين بدل ما يتم استقباله في القاهره وسط الجماهير والناس البسيطه، على اساس ان اللي في العالمين دول ناس مش مصريين وناس قطر. ده هو مشكلته كله مدينه العالمين. ركز في التفاصيل بقى. بالمنطق انا هقول لك اللي بيحصل بالظبط. اول حاجه، انت لو استقبلتهم في القاهره هتقفل القاهره بالكامل. كميه الناس اللي هتكون موجوده هتعطل الطرق، اللي رايح مستشفى واللي رايح شغل واللي رايح هنا واللي رايح هنا، هتعطل الدنيا وتعطل الحركه المروريه. مقتنع بالسبب ده. السبب الثاني، مدينه العالمين بالنسبه للجماعه الخرفانيه هي اهم حاجه موجوده دلوقتي في مصر، خصوصا في فصل الصيف. استقبالك للمنتخب وتغطيه الاعلام العالمي اللي حصل، يقول لك استقبلوهم في مدينه العالمين، تبدا الناس اللي بره ايه ده؟ ايه مدينه العالمين دي؟ مدينه جديده دي على الساحل، طب ما نروح نصيف وتعالى يا باشا سياحه. فانت هنا بتضرب عصفورين بحجر واحد، بتروج للمدينه بتاعتك والسياحه، وفي نفس الوقت بتعمل احتفال اسطوري يليق بعظمه ومكانه مصر. كل الاعلام العالمي دلوقتي عمال بيسوق للموضوع، يقول لك مدينه العالمين والشعب بيستقبل المنتخب بتاعه. مفيش صحيفه عالميه واحده قالت لك بص بيستقبلوهم في وسط الصحراء ومفيش ناس. الاخوان فقط هم اللي عمالين بيسوقوا، لان الاتوبيس ماشي في الصحراء يا عيني، وكانوا يستقبلوهم في القاهره احسن. يقول لك الشعب المصري مش فرحان باللي بيحصل ده، لا الشعب المصري مبسوط، وبكره في استقبال هيحرق دمكم اكتر لما الرئيس السيسي يستقبلهم بنفسه. وفي مدينه العالمين برضه